حماة الإسلام وحراس العقيدة، هنا مدرسة محمد، ومن جلس معي في حضرة المصطفى فليصلي عليه ويسلم تسليما كثيرا. درسنا النهارده يا اخوانا عن الفرحة، كيف نفرح. زمان لما كان حد بيتجوز كنت تلاقي ان كل البيوت اللي حواليه فرحانة بشكل مؤدب ومهذب وجميل، والمعازيم جايين لابسين اللي على الحب وريحتهم عطر، ريحتهم حلوة، وبيذكروا الله وبيذكروا الرسول. صلوا على حضرة المصطفى، قول لا إله إلا الله من قلبك يا سيدي. إنما دلوقتي تلاقي شوية عيال اللي بيزفوا دول ويعملوا الحركات، ما تفهمش العيال دي لابسة إيه ولا عاملة شعرها إزاي، واللي حالق زلبطة، واللي مشرط دماغه، واللي رسم حروف على قرعته، وريحتهم والعياذ بالله وحشة قوي. ايوه، ما الواحد فيهم بقاله ساعة عمال ينفض نفسه رأس، واللي بيرقص بسنجة، واللي بيرقص بمطوة، واللي عمال يتمرمغ في الأرض، وعمالين يغنوا أغاني لا ليها طعم ولا لون ولا ريحة، وما تفهمش إذا كانت الأغاني دي كلام عربي ولا إنجليزي. مع إن ابن شوقي لسه عامل الزفة بتاعه ده بنتي. الواحد ما بقى عارف صح فين ولا الغلط فين. جميل، زمن الفرحة الحلو، نفرح بس بأصول، نفرح بس بعدل، ولا إيه؟ الواحد بقى يسمع أغاني والعياذ بالله بتجيب له شلل رباعي. أي والله شلل رباعي. ده الواحد بيبقى خارج على فيض الكريم رايح شغله، بدل ما يقولوا له في الراديو اتق الله ولا تأكل حراما، يسمع واحد يقول له أنا كل مرة أشوفك فيها أبقى نفسي يا ابني ورانا أشغال، خلصنا الله يسترك. يا ولا ايه جاتك الهوا يا بعيد. يا ولا كمل ايه، اشوفك اقول لك انك كلك على بعضك عندي بالحياه. بيقول لحبيبته يعني ان كلها على بعضها عنده بالحياه. طب خليها تنفعه بقى يوم اللقاء العظيم. استغفر الله، قل لا اله الا الله من قلبك. عيشه بنتي عيشه. انا ما بخرجش، قلت لك مش هقدر يا بنت انا بحبك. ما انا عارفه انت قلت الكلام ده قبل كده، بس انا مش هخرج معاك. وبعدين هنروح فين يا بنت عايزين نتكلم مع بعض في اي حته بعيد عن الحاره. ما احنا بنتكلم اهو، عاوز تقول ايه؟ عايزين نترجم الحوار مع بعض. بنتي عايشه. ايوه يما، يا نهار اسود الله يما. تعالي اطلعي يخرب بيتك. خشي عاوزه تفتحي فتحه يا بنتي يعني ها خلاص يما اخر مره. كنت تروحي في سنة. مين يا بنت اللي كان واقف معاكي ده؟ اول ما شافني كده على طول خلاص يما حرمي. هتقولي ولا اقول لابوكي؟ حنفي ابن عم ابراهيم. يا مصيبتي، حنفي الصحي يا عيشه يا بنت الاستاذ تمام يخيبك. ما خفتيش يا بنت؟ وانت سامعه صوت ابوكي في الجامع بيرن في الدنيا كلها وانت عماله تتميصي شمال ويمين على السلم. خلاص يما مش هعمل كده تاني. كان بيقول لك يا بنت، كان بيقول لك ايه؟ طيب هو بيقول لي بحبك. ايه؟ بيحبك؟ لا اختي حبك برص وثلاثة خرص انت وهو. ولا كبرتي يا عيشه وبقيتي بتعرفي تحبي. يخيبك. اتاري بقى التلفزيون هو اللي بوظ املك، وانا عماله اداري عليك شمال ويمين، واقول البت محبوسه، البت عايزه تتفك، وانت دارك يا اختي عشان قصه حب. يخرب بيتك، انت بينا المصايب الفضايح. يخرب بيتك. مد ايده عليك يا بنت. لا يما، لا يما والله وحياة ابويا هو كلامه بس. كلامه بس؟ تفضحينا يا واطيه. والواحد وهو راجع من شغله بقى عشان يلحق المغرب يسمع اخ تاني بيقول له انا ضارب سيجارتين بني وحاسس ان دماغي بتاكلني. بتاكلك؟ ما هي لازم تاكلك، كلك عفريت يا بعيد. ما هي بتاكلك عشان اتسطلت وبتخطرب وبتقول اي كلام. لا وبنسمع الاغاني دي فين؟ في نهار رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس
وبينات من الهدى والفرقان. استغفر ربك يا سيدي وقول لا اله الا الله من قلبك. ربنا يرحمنا جميعا. اللهم ارحمنا يا ارحم الراحمين، ارحمنا يا الله. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. آمين. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. آمين. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. آمين. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يفتح عليك يا شيخ. على حضرة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا اخويا. الله، قافلة بالتلباس ليه يا زينب؟ يعني عشان نبقى امان، مفيش حد مضمون دلوقتي. والله عندك حق، اليومين دول بالذات ما عادش فيه امان خالص. امال فين عيشه؟ موجودة يا اخويا، بنتي عايشة. اسكت يا زينب، الدرس النهارده كان عاوزك. الناس كانت مشدودة على الآخر، وكان نفسهم إن الدرس يطول ويطول. الحمد لله، ما انت كلامك جميل قوي يا استاذ تمام. إن جيت للحق يا زينب، أنا مش عارف إيه اللي بيجرالي لما بخطب في الناس. بحس كده إن الفلاح اللي جوايا بيطلع فجأة، والحماس والانفعال بياخدوني قوي، وبعطش الجيم واسخن، وساعات أخش في حاجات. إيه؟ مالك يا بنت عايشة؟ مفيش يا بابا. طب تعالي يا حبيبتي، تعالي اقعدي جنب بابا يا بنتي. عيشة، أنا عارف إني جديد عليك شويتين، وعارف كمان إن أنا بمنعك من الخروج مع البنات، بس يا بنتي الحارة اللي إحنا فيها دي فساد، وهتسمعي كلام مش هيعجبك، وهتشوفي حاجات ما يصحش تشوفيها. صدقيني يا بنتي أنا بعمل كده لمصلحتك. الله، أنت بتعيطي ليه بس يا عيشة؟ مفيش يا بابا. طب ايه رايك بقى ان انا هخليكي كل يوم جمعه تنزلي شويه، ماشي يا ستي؟ لا تنزل ولا تروح ولا تيجي، بلاش زرع فاضي. الله الله الله، امرك عجيب يا زينب، وانت لا عاجبك كده ولا عاجبك كده. قومي قومي اغسلي بقية هدومك، قومي. حاضر يا بابا. الله، جرايه وليا مالك؟ ايه في ايه؟ ما تخفش على البنت شويه. حكاية النزول والطلوع دي سيبها عليا انا، مالكش دعوة بيها خالص. وهو ده المطلوب يا اختي. امال المحروس شوقي ابنك فين؟ من ساعة ما نزل الصبح ما رجعش لحد دلوقتي. يرجع بالسلامه، ربنا يهديه. يا رب. يلا قومي حضري لنا لقمه. حاضر يا اخويا. طب بقول لك ايه يا زينب؟ نعم. انا نفسي هفاني على طاجن عكاوي وشويه بمبار. عكاوي وشوية ممبار؟ ده امتى؟ دلوقتي؟ امال يعني السنه الجايه؟ طب يا اخويا خليها الصبح، الصباح رباح. احنا ضامنين نعيش للصبح. الله، بقول لك نفسي هفاني يا وليه، خلي عندك شويه نظر ومور. طب معلش يا اخويا خليها بكره، احسن انا النهارده تعبانه قوي. تصبح على خير. كده وانت من اهله يا امه. بنت يا عيشه، اعملي لي سندوتش مرتة يا بنت. عايز تفرج علي الناس؟ أنا اللي كل الناس بتعتبرني قدوة ليهم، أنا اللي كل الناس بيعتبروني كبيرهم وبيحلفوا حياتي. عايز تفرجهم علي يا واطي؟ يا واطي، حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا شوقي. علي اليمين ما انت قاعدين، شوفوا له شطة يلم فيها هدوم، شوفوا له شطة يلم فيها هدوم والأحسن ألمناها واحنا بس فهمني يا اخويا، فهمني. يا واطي يا سامر، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. راهي بيترقصني بالحارة زي خواتي. هتروح فين السعادة؟ انا عارف يا اما اروح فين، انا عارف. هو بيعمل كده ليه يا اما معايا؟ بيعمل كده ليه؟ هو شافك فين يا موكوس على عينك؟ شافك فين؟ شافني وخلاص يا اما، شافني وخلاص يا اما. وانا عمال اقول الناس عماله تتلمس عليا ليه وانا بديهم الدرس؟ اتاريهم عارفين المصيبه اللي انا فيها. ابني وصلتي، حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا شيخ.
معلش يا حبيبي عشان خاطري، هو يوم كده ويرجعك، اصل حلف يمين. ما تزعلش يا حبيبي، ما تزعلش. هو ليه بيكره اي حاجه بحبها ياما؟ ليه اي حاجه بحبها بيكرهها ياما؟ طب اهدى يا حبيبي، اهدى عشان خاطري. لا مش ههدى ياما، مش ههدى. كل حاجه بيقول عليها لا ياما، اي حاجه بحبها بيقول عليها لا ياما، لا لا ياما. اقول لك لا يا واطي يا سافل، طول ما انت بتعصي ربنا وبتعصي ابوك. تعالى يا لهوي يا ابن الله، ثانية واحدة، ثانية واحدة، طول ما انا عايش وحموت وعندي وربنا غضبان عليك يا شيخ. ربنا غضبان عليك روح وسكت الله يا كلب تعيطوا عليه. دوروا ما تكون بلد، لا تكون بلد. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. مش هتمشي ولا ايه يا استاذ تمام؟ استاذ تمام، ها؟ مش هتروح يا استاذ؟ لا روح انت يا عم قمر، انا هقفل. طيب يا استاذ، ربنا يهدي لك حالك. سامحني يا رب، سامحني وسامح ابني واهديه وارجعوا عن اللي هو فيه. انت اللي قادر وغيرك ما يقدر. استرني يا رب، استرني دنيا واخره، ما تفضحنيش يا ستار يا مثبت القلوب والابصار. ثبتني، ثبت قلب ابني على الايمان، اهديه وارجع عن اللي هو فيه يا رب، بسر فتحة كتابك الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. لا ما بشربش، انا ما بشربش. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. السلام عليكم. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مولاي شكرا يا شوقي. الو. ايوه يا شوقي، وحشتني قوي يا ولا. ايوه يا عم، ازيك؟ عامله ايه؟ وحشتيني قوي، وحشتيني. انت ما بتتكلمش ليه؟ لا يا عم غصب عني يا عم، معلش. قولي لي عامله ايه، واختي عامله ايه، وابويا عامل ايه؟ ده انا بحاول احنن قلب ابوك عليك عشان يرجعك. أنا نازل يا زينب، عايزة حاجة؟ عايز سلامتك يا اخويا، بالسلامه. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. الو، السلام عليكم.
تلاقي حد من اصحاب شوقي سمع صوتي خاف يرد. ولا يمكن يا اخويا يكون شوقي هو بنفسه وخاف يرد عليك. خلاص وبرد انت على التليفونات ما دام صوتي بقى يخوف. يا اخويا اذا كان عمل اي حاجه كده ولا كده سامحه عشان خاطري. بصراحه بقى البيت بقى وحش قوي من غيره، البيت ساكت على طول. هو كلمك في حاجه؟ لا ده كل فين وفين لما يفتكر ويكلمني. لما يفتكر؟ استغفر الله العظيم يا رب. انا مش عارف الواد ده طالع كده لمين. يلا ربنا يهديه. يا رب ادعي له يا اخويا. بدعي له يا اختي. ربنا يهديه ويهدينا جميعا. يا رب. انا نازل. مع السلامه يا اخويا. بالسلامه. بسم الله الرحمن الرحيم. درسنا النهارده عن الجواز. يا حماة الإسلام وحراس العقيدة هنتكلم عن الجواز. خدوا بالكم بقى، الجواز لازم نسهله ونيسره. سهلوا الجواز يا اخوانا، بلاش تعقدوه وتعقدوا بناتنا وشبابنا. الحكاية مش ناقصة. بلاش مغالاة في الطلبات. يعني ايه؟ المهر كام؟ والشبكة بايه؟ والفرح فين؟ وايش قايمة وايش عفش وايش. ارحموا شبابنا، ارحموهم. بلاش تخلوا الشيطان يلعب في دماغ الولاد والبنات والعياذ بالله. ايوه يسروا الجواز. الجواز له رزق مستخبي. سبحان الله ولا اله الا الله. وحد الله يا سيدي. قل لا اله الا الله من قلبك. الجواز له رزق مستخبي. واحد فيكم هيقول لي يعني ارمي بنتي يا استاذ تمام؟ اقول له لا، انا ما قلتش كده. ما بقولش نرمي بناتنا، لا، احنا نيسر نسهل. الشباب اليومين دول بقوا شايفين ان الجواز ده حلم، معجزة، عملية مستحيلة. من ايه؟ من الشروط والطلبات والموالاة. فانا بناشدكم التيسير وبقول لكم يا اخوانا الجواز له رزق مستخبي عند رب كريم. ولا ايه؟ سبحان الله ولا اله الا الله. واحد فيكم هيقول لي طب بعد ما يتجوزوا هياكلوا منين؟ ويصرفوا ازاي؟ وهيربوا عيالهم فين؟ وهيدخلوا عيالهم مدارس ولا هيرموهم في الشارع؟ جرى ايه يا سيدي؟ هو انت شفته يعني خلف اصلا؟ سبحان الله. وبعدين ما كل عيل بيجي برزقه. ولا انتوا نسيتوا انه لا حيلة في الرزق؟ وحد الله. قل لا اله الا الله من قلبك يا سيدي. 5 كتبت على ساق العرش: لا راحة في الدنيا، ولا حيلة في الرزق، ولا شفاعة في الموت، ولا سلامة من ألسنة الناس، ولا راد لقضاء الله. امال ايه يا مؤمن؟ مش كده يا سيدي؟ لا حيلة في الرزق. بس مش معنى كده يعني ان لا حيلة في الرزق الواحد يقعد يطربق بقى ويقول ما هو لا حيلة في الرزق يجي وقت ما يجي. لا لا، واسعى يا عبد ونسعى معك، ولكل مجتهد نصيب، وقولوا اعملوا فسيرى الله اعمالكم. ولا ايه يا اخوانا؟ لابد ان احنا نسعى. الاهالي يرحموا الشباب، سهلوا الجواز يا اخوانا، بلاش تعقدوا. اهلا وسهلا يا حاج ابراهيم، شرفت وانست. البيت نور. منور باهلي يا استاذ تمام. ابوك كان معايا في المدرسه يا حنفي. وخرجت من سنه اولى ابتدائي. عملت خير. يعني هم اللي اتعلموا خدوا ايه؟ الحمد لله. الشاي يا زينب ولا تتغدوا الاول؟ لا الحمد لله، خيرك سابق يا استاذ تمام، واكلين قبل ما نيجي. انا والشفا. اهلا وسهلا. الشاي اهو. ازيك يا حاج ابراهيم؟ الحمد لله. ازيك يا حنفي؟ ما شاء الله كبر حنفي. انا ما شفتوش من هو عيل صغير. ربنا يخليك يا ام. عن اذنكم. اتفضلي يا حاج. اتفضلي. اهلا وسهلا. انا بقول يا حاج ندخل في الموضوع على طول. وماله؟ اهلا وسهلا. اتفضل. قوي. احنا جايين نتكلم على بنتك عائشه، ومش هنلاقي احسن منك تحط ايدنا في ايده وناخد عائشه لابننا حنفي. ده احنا تحصل لنا البركه. ده انا اوصلها لك لغايه البيت يا حاج ابراهيم. وده العشم برضه يا استاذ. وانت بتشتغل ايه يا حنفي؟
حنفي بيشتغل في موبايلات، بيبيع ويشتري لغايه ما ربنا يسهل ان شاء الله ونشوف له شغله دايما. موبايلات. وبتقبض كام في الشهر يا حنفي؟ انا عامل بشتغل لوحدي. يا ابني انا مش بقول لك انت بتشتغل مع مين، بقول لك بتقبض كام، يعني دخلك قد ايه تقريبا؟ يعني 20 30 جنيه في اليوم اللي ربنا بيكرم بيه. حضرتك يا استاذ تمام انا هبني شقه في بيتنا لحد ما ربنا يسهل ان شاء الله. والله يا حاج ابراهيم انت عارف ان دي بنتي الوحيده، ومن غير ما تزعل مني شغلانه ابنك مش مضمونه. وانت يا سيدي العارفين يا حاج، انت زي حالتنا اللي جاي على قد اللي رايح، والهم تقيل وكتير. يعني لو قدرت تقف جنب ابنك يوم ولا 2 ولا شهر ولا 3 مش هتقدر تقف جنبه طول العمر. وهو هيعمل ايه يا استاذ؟ ما انت عارف ما فيش شغل في الحكومه اليومين دول. والشقه دي قدامها كتير. انا بقول ندور على شقه محندقه كده ايجار جديد لغايه ان شاء الله ما ربنا يسهل ونخلص بنا. ايجار جديد ما تشربوا الشاي. ما انت عارف البر وغطاه يا استاذ. والله انا ما عارف اقول لك ايه بالظبط يا حاج ابراهيم. هو مش معقول يعني يا استاذ في يوم وليله هنجوزهم. وانا ما اقدرش اطول فتره الخطوبه. حط نفسك مكاني، دي بنتي. معلش يا حاج ابراهيم ما تزعلش مني، اعفيني، انا في حل من اي اتفاق. معقول يا استاذ؟ انا مش عاوزك تزعل مني يا حاج ابراهيم، احنا طول عمرنا جيران وعشره طيبه. لا ربنا ما يجيب بينا زعل. انا كنت عايز بس احط ايدي في ايدك عشان نساعده. ايدي وايدك ما تكفيش يا ابراهيم يا اخويا، ما انت شايف الدنيا واللي بيحصل فيها. والرسول عليه الصلاه والسلام قال: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. وابنك مش صغير، يصوم بقى. ربنا يقدم ما فيه خير. استاذن انا. السلام عليكم. يا بدر يا ابراهيم اخويا. يلا يا حنفي يا السلام ورحمه الله وبركاته، شرفت وانست. ما تزعلش مني يا حنفي يا ابني، كل شيء اسمه نصيب. عادي يا عم. مع السلامه. السلام. لا حول ولا قوه الا بالله. ايه في ايه؟ قفلت عليهم الطريق ليه؟ يعني كنت عايزاني اعمل ايه يا زينب؟ ارمي بنتي؟ ده واد صايع شغال في الموبايلات. موبايلات ايه؟ دي شغلانه اللي مالوش شغلانه اصلا. وانت يا اخويا يعني لما جيت تتجوزني كان حيلتك اي حاجه، لكن هقول ايه بقى؟ العيال دول حظهم مهبب ب60 نيله. الزمن غير الزمن يا زينب. الراجل الحاج ابراهيم ده وده عنده قرطة عيال، هيلاحق على مين ولا مين؟ لكن ابوك الله يرحمه ما كانش حيلته غيرك. خلاص بقى انت مش رفضته. وانت يعني متضايقه قوي كده ليه يا زينب؟ هو يكون في حاجه بين البت والواد؟ لا يا اخويا فشل، بالعكس مفيش اي حاجه خالص، بس احنا بقى قلنا البت نسطر عليها ونخلص منها. خلاص خلاص بقى يا زينب، كل شيء اسمه نصيب، والبت لسه عيله صغيره. انا عايزك بس تقعدي مع البنت كده وتجرجريها في الكلام، لا تكون تعرف الواد من ورانا ولا في بينهم اي حاجه، وطمنيني يا اختي. حاضر يا اخويا حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. حرام. رعاية الله. السلام. حرمك. أنا حضرتك براعي الحياة في كل درس بقوله، وعمري ما اتكلمت في السياسة. حتى اسأله عم أنور. عم أنور، عم أنور، الله هو راح فين؟ أنتوا خدتوا عم أنور ولا إيه؟ خدنا مين؟ انت خايف ليه كده؟ انت عملت حاجه غلط؟ عمري والحمد لله رب العالمين. أنا كل ما في المسألة إني بحب أكلم الناس عن مشاكلهم والحاجات اللي بتلهيهم عن الدنيا، بس مش أكتر من كده. أصل أنا غاوي خطابة من وأنا في تانية ابتدائي، وأنا إن شاء الله بأم أهل حارتنا في الصلاة وبخطب فيهم محبة لوجه الله تعالى. انا فوزي ابراهيم من قناه الدين الحياه، اكيد بتتفرج عليها في التلفزيون. أنا عمري والحمد لله ما دخلت التلفزيون ده بيتي. دي قناه دينيه بتنشر اسلوب المعاملات الانسانيه معتمد على القران والسنه.
هو مش حضرتك كنت بتسجل لي درس قبل كده؟ ايوه، وعرضته على مجلس الاداره، والمجلس وافق انك تدخل في اختبارات مذيع البرامج، وفرصتك كبيره قوي في النجاح. يعني لو نجحت هطلع في التلفزيون؟ هتعد برنامج وتذيعه، ده لو ان شاء الله نجحت في الاختبار. حد الله، الله الغني. انا مش موافق يا سيدي. روح حضرتك قول لمجلس الاداره بتاعك في رعايه الله طبعا ان شاء الله، قول لهم الاستاذ تمام عمره ما دخل التلفزيون في بيته، ازاي اطلع في هذا الجهاز المخرب المفسد للعقول؟ يا عم تمام، انت فاهم غلط. التلفزيون ده زي اي حاجه ربنا انعم بيها علينا، استخدمناه بقى غلط او صح هو ده المهم. وبعدين انا بقول لك دي قناه دينيه، انت حر. انا شايف ان دي فرصه 100 واحد اكتر منك يتمسك بدينه ويتمناها. السلام عليكم. ايوه اللي بتخبط. ازيك يا زينب؟ ان شاء الله تسلم يا اخويا. الله، ما فتحش بالمفتاح ليه؟ المفتاح؟ المفتاح في جيبي فعلا يلا معلش نسيت، واحد دماغه مقلوبه. من جهه مقلوبه فهي مقلوبه، انت اليومين دول مش طبيعي خالص. طب ده حتى كل مره تقولي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اول مره تدخل وتقولي ازيك يا زينب. مالك يا اخويا، في ايه؟ عندك حق زينب، فاكره الراجل اللي كلمتك عنه، الراجل اللي كان سجل لي الدرس؟ يا اخويا فاكراه. جالك تاني؟ ايوه جالي تاني النهارده وقعد يتكلم معايا في الجامع. وغشتني. طب عاوز ايه؟ عاوز حاجه ما كانتش تخطر على بالي ابدا، انت نفسك لو عرفتيها مش هتصدقي. الله يا حاج، وغشتني، قول. قال ايه يا ستي؟ عاوزني اشتغل في التلفزيون. تشتغل في التلفزيون؟ تشتغل ايه؟ هشتغل ايه في التلفزيون يا زينب؟ اريال؟ لا حول ولا قوه الا بالله. عاوزني ادي شويه دروس دينيه من اللي انا بقولهم في الجامع. يا الف نهار ابيض، احمدك واشكرك يا رب. طب ده هتبقى كده بقى ليله القدر فتحت لنا. لو كنت بعرف ازغرط كنت زغرطت. تزغرطي؟ صوتوا عليك يا بعيد، انت اتخبطت في مخك يا زينب، ومين قال لك اني موافق اصلا؟ الله، وانت رفضت ليه؟ ترفض انك تدي دروس؟ ايوه طبعا لازم ارفض. بيقول لك التلفزيون، انا اطلع في التلفزيون يا زينب، انا اطلع في المحطات اللي كلها فوضى وقله ادب وقله حياه. الله، وانت مالك ومال الفوضى وقله الحياه دي؟ ما كل واحد في حاله يا اخوي. وبعدين انت مش بتدي دروس في الجامع؟ البيوت اللي حواليك ما يعلم بيها الا ربنا، انت عارف ايه اللي بيحصل فيها. اسكتي اسكتي بقى يا زينب، الاختراع ده انا مش حابه اساسا، اشتغل فيه ازاي يا ناس؟ يا اخوي انت مش هتقول كلام ربنا، انت مالك ومال الغلط. لا حول ولا قوه الا بالله. كلام ربنا اقوله في الجامع، كلام ربنا اقوله للناس اللي عارفه ربنا فعلا، مش الناس اللي تايهه من الفرجه على الرقص والغنى وقله الحياه وقله الخشب. بالعكس بقى يا اخويا، مش هيبقى فيه مذيع وانت معاه، انت على كرسي وهو على كرسي. طب بقول لك ايه بقى، الناس اللي في الجامع فاهمين كلام ربنا كويس، اللي محتاجين الناس التايهه اللي انت بتقول عليهم فيها ايه بقى؟ بعدين يا اخويا بقى انت حر، فكر كويس وعلى مهلك، ماليش دعوه. طب قوم يا زينب، روح اعملي لي فنجان قهوه. حاضر. يلا روح. حاضر يا اخويا، حاضر. طب بقول لك ايه، طب ما تعمل كده يا اخويا استخاره، يمكن ربنا سبحانه وتعالى يبين لك وانت طالع كده في التلفزيون وبتقول دروس للناس. روح يا زينب يلا. حاضر. التلفزيون، انا اطلع في التلفزيون وبعدين ادخل التلفزيون بيتي؟ اعوذ بالله من غضب الله. لا لا لا، مش ممكن اعمل كده، لا ابدا ابدا. بقول لك ايه يا اخويا، اعمل لك القهوه في فنجان ولا في كوبايه؟ اسكتي يا زينب وما تفتحيش معايا الموضوع ده تاني، فاهم ولا لا؟ انا بقول لك اهو. استغفر الله العظيم، استغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله، النبي الأمي الطاهر الزكي، خير الأنبياء والمرسلين، رحمة الله عليهم جميعا. رحمة الله عليهم ايه؟ جميعا، يعني كلهم ماتوا، كل الأنبياء ماتوا، واخد بالك يا سيدي؟
كل الأنبياء ماتوا، فما بالكم بينا إحنا البشر؟ الموت علينا حق يا جماعة، ويدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. والشاعر قال: ومن هاب أسباب المنايا ينله، وإن يرقى أسباب السماء بسلمي. فاهمين الموضوع ولا إيه؟ يعني اللي خايف من الموت، ما الموت هيوصل له، حتى لو طلع السما بسلم الموت هيطلع وراه ويجيبه. ايوه، امال ايه يا اخوانا؟ اذكروا الله، قولوا لا اله الا الله من قلوبكم، الحمد لله رب العالمين. فالموت علينا حق. وعم سيد الف رحمه ونور عليه، احنا يعز علينا فراقه صحيح، انما هو ما يعزش على اللي خلقه. وهذا الرجل كان من المصلين ومن الصائمين ومن الرجال الذين يؤدون كل فروض الله، وأنا شاهد على ذلك، والله أعلم بالنيات. ادعوا معي: اللهم الهم أهله الصبر والسلوان، اللهم الهم أهله الصبر والسلوان، اللهم اسكنه فسيح جناتك، واجعل له أهلا خيرا من أهله، آمين يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا مولانا. معلش يا اخويا، اوعى تزعل من الجماعة، هم ظروفهم وحشة قوي، وانت سيدي اللي عارفين. المرحوم ألف رحمة ونور عليه، كان ايديهم ورجليهم. الله يرحمه. علشان كذي يا عم تمام انا عندي قرشين ودي اعطيهم حقهم، بس علشان ظروفهم، لكن مكسوف وين اروح وين اودي الفلوس؟ والله هو ابنه قاعد جنبنا اهو، بس انا رايي يعني ان احنا ندي القرشين دول للست امه، وهي تتصرف بمعرفتها. ولا ايه؟ على امرك. يا ساتر يا هانم، هانم. ده الأستاذ تمام. أهلا يا أستاذ تمام، اتفضل. يزيد فضلك يا هانم، الأستاذ صالح كان عايزك في كلمتين. شدي حيلك يا حجة، كلنا لها، الله يرحمها. شد على الله يا أستاذ، أنا مش عايزك تزعل مني، بقول راح برضه كلفوني. الله لا حول يرحمها. ولا قوة إلا بالله. الراجل لا زعلان ولا حاجة، ده راجل أصيل وابن حلال. هو لو كان زعلان كان فضل قاعد معانا لحد دلوقتي، ربنا يبارك له ويكرمه. هو بس كان عايزك في موضوع كده يا هانم. أنا هستناك بره يا أستاذ صالح. ودي تيجي برضه يا أستاذ تمام، ده البيت بيتك يا أخويا. يا حجة هذا مبلغ بسيط من حساب العم سيد الله يرحمه. خلي فلوسك في جيبك يا استاذ، احنا هناخد العوض، ما اللي الدنيا دي كلها ما يكفينيش في ابويا. عوض ايه بس يا بنتي؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ وحيد الله الله، استغفر الله العظيم يا رب. الراجل عايز يساعد، ما فيهاش حاجه يعني. تفضلي، هذا حق العم سيد، يعني انا مو يعطيكم لا حسنه ولا متفضل عليكم، بالعكس هذه فلوسه. ده انا بتتخرب. فلوس ايه بس يا استاذ؟ فلوس ايه؟ اوعي تقولي كده يا هانم، استغفري ربك. بيت ايه بس اللي اتخرب؟ ربنا سبحانه وتعالى ما بينساش حد، الراجل كتر خيره بيساعد، ما فيهاش حاجه يعني. وتفضلي، هذا كرتي، انا موجود بمصر شويه، اي شيء محتاجينه اتصلي فيني وانا تحت امرك. حاضر. اتفضل معايا يا استاذ تمام. شكرا، عظم الله اجركم، مع السلامه. يا اختي ما هو مكتوب في القرآن والسنة، اعملي كل اللي انت عاوزاه ما دام في الحلال. امال الست دي قرشه ملحتي ليه بس؟ كل ما ارمي ريشه فرخ او قشره موز النار تقيد في قلبها مني. يا اختي يا سميحه الجيران اللي بعديها برضه، بعدين دي وليه وحدانيه وغلبانه. ده موتها وسمها ان شافت الزباله بتاعتي، ما هي ليل ونهار قاعده في الحاره، ما وراهاش حاجه زي قرد قطع بتراقبني. يا اختي ما ربنا سبحانه وتعالى قال واما بنعمه ربك فحدث، عادي يعني. يبقى انا كده بعمل الصح، ما انا بحدث الحاره كلها، باكل ايه وبشرب ايه، يبقى هي مهريه مني ليه طيب؟ صح ايه اللي انت بتعمليه يا ست سميحه؟ لا مؤاخذة يا أستاذ، مش تقولي يا زينب إن الأستاذ هنا؟ عن إذنكم بقى أنا ماشية، بقى أجيلك وقت تاني. عاملي جارتك بالحسنى يا ست سميحه، النبي وصى على 7 جار. حاضر يا أستاذ تمام، حاضر.
مع السلامة يا أختي، مع السلامة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده يا زينب؟ بتفهمي الوليه غلط. وهو يا أخويا إيه الغلط اللي أنا قلته؟ الوليه بترمي طماطم في الفراخ وقشر الموز في الحاره، وانت تقولي لها واما بنعمه ربك فحدث. يعني هو أنا غلطت لما قلت لها كده؟ ايوه طبعا غلطتي. لما تكوني مش عارفه يا زينب اسكتي، ده ارحم لك. استغفر الله العظيم يا رب. يعني هو أنا عكيت يا أخويا؟ طبعا عكيتي. الله، بتشجع الوليه على انها تضايق جارتها المحرومه المسكينه. الوليه دي ممكن بكره تقعد قدام عتبه بيتها وتاكل فرخه قدام جارتها المحرومه وتبقى انت السبب. يا لهوي، يتقطع لساني قبل ما أقولها. واما بنعمه ربك فحدث. قالها ربنا سبحانه وتعالى للرسول عليه الصلاه والسلام عشان يخبر اصحابه بنعم ربه عليه. ادي معناها. ما تفسريش حاجه انت مش فاهماها يا زينب. خلاص يا أخويا، حرمت. عمري ما هقول كده تاني أبدا. مش هقول أي حاجة مش واثقة فيها. ايه ده؟ انت مستنيه حد تاني؟ لا يا أخويا، مش مستنية حد. طب قوم خش انت جوه. حاضر حاضر. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا يا استاذ فوزي ابراهيم. اهلا وسهلا استاذ فوزي. اتفضل اتفضل. شرفت يا استاذ فوزي. لا مؤاخذه يا اخويا، الواحد دماغه بقت مقلوبه. الشاي بسرعه يا اولاد. اهلا وسهلا. فكرت كويس في اللي قلته لك يا استاذ سمان. والله في الحقيقه يا استاذ فوزي انا قلقان وحيران. ده انا حتى طول المده اللي فاتت بحاول اخرج الموضوع من دماغي، بس الصراحه يعني انا لسه بفكر. انا مش فاهمك، ازاي تبقى راجل دين وتبخل على الناس بعينك؟ ربنا ما قالش كده. ما هو يا استاذ زي ما حضرتك شايف كده، يعني في بيتي مفيش تلفزيون. قلت لك 1000 مره سهله، اقفل كل القنوات اللي انت شايفها مش كويسه، وبعدين ناس كتير قوي عملت كده. انا مش هطول عليك. الراجل صاحب القناه سمع صوتك وطريقه شرحك للدراسه، وبعدين مهتم جدا ان انت تبقى معانا، وادي العقد. عقد ايه ده؟ اقرا العقد على مهلك وبكره ان شاء الله نتقابل. ربنا يسهل. حاضر. انت رايح على فين؟ لا ما يصحش كده. الشاي يا اولاد بسرعه، عيب كده. ربنا يخليك. ما ينفعش. والسواق واقف تحت، معلش. اشوف حضرتك بكره ان شاء الله. ان شاء الله. يلا السلام عليكم. السلام. بكره لو حابب ان شاء الله العربيه بالسواق اللي تحت امرك. الله يخليك. اتفضل حضرتك. شرفت يا استاذ فوزي ابراهيم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. استغفر الله العظيم يا رب. ايه ما عملتيش شيء ليه؟ مش عيب كده يا زينب؟ يا أخويا بصراحة بقى اتكسفت. وبعدين أنا سمعت كل حاجة، ده حتى المواصلات هيوفروها لك. سمعت كل حاجه؟ حرام. يلا ربنا يسامح. خلاص يا زينب سيبيني دلوقتي وانا هقعد مع نفسي كده وافكر. تفكر في إيه؟ يا أخويا على البركة. ربنا يسهل يا رب. لو في خير قربوا مننا، ولو في شر ابعدوا عننا. امين يا رب العالمين. بص يا استاذ تمام، انا سمعت درسين ليك ومش عاوزك تغير اسلوبك، عشان هو ده اللي الناس عاوزاه النهارده، وان شاء الله هتتشاف كويس، وانا متنبئ لك خير. والله يا فندم انا من ساعه ما دخلت هنا والناس اللي قابلتهم كلهم وشوشهم ما شاء الله بشوشه ضحوكه، وسماهم على وجوههم من اثر السجود. يعني بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. حاجه تفرح بجد. احنا ان شاء الله هندي لك 5000 جنيه في اعداد الحلقه وتقديمها. ده مش قدرك، لكن ان شاء الله يعني احنا لسه بس اول مره والمحطه تحت تجربه. تجربه ايه اللي المحطه تحتها يا فندم؟ بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. ده كتير قوي. لا 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 مش كتير عليك يا استاذ تمام. المهم الموضوع يكون جذاب. لازم تعرف ان مكسبنا الحقيقي في كم المشاهده. عندنا تليفونات وعندنا اعلانات غير مباشره وملناش اي توجيه من اي جهه، والحمد لله. الحمد لله رب العالمين. ربنا يكرمكم ويبارك لكم ويزيدكم ان شاء الله. والحقيقه سعادتك انا بس في حاجه جوايا كده عايز افضفض بيها واقولها لحضرتك. انا مش عارف ازاي هشتغل في التلفزيون وانا لغايه وقتنا هذا ما دخلتش التلفزيون بيتي. بص يا استاذ تمام، كلنا رافضين لكل ما يقدم لافساد شبابنا في الفضائيات، لكن ده مش معناه اننا نكون ضعفاء، لا، لازم نكون اقوياء ونواجه. الهروب جبن، نواجه وننصح
ونقدم المشاهده والمساعده على قد ما نقدر لكل الاجيال الجديده والاجيال القديمه. الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. كلام سعادتك مقنع جدا، والله هذا هدف نبيل باذن الله. هات تلفزيون في البيت يا استاذ تمام، وما تخافش، بيتك متربي وعلى اصول والغلط مش وارد. وبعدين يا سيدي لو ده حصل يبقى استعمل سلطتك في الادب، انا مش هقول لك. واضح، مفهوم طبعا، وربنا يستر. اتفضل امضي يا استاذ تمام. امضي. توكلنا على الله، ربنا يستر. بسم الله الرحمن الرحيم. وادي شيك مقدم، وان شاء الله في اختبار بعد اسبوع. هو اختبار روتيني كده عشان نشيل من عندك رهبة الكاميرا والمواجهة. مبروك يا استاذ تمام. ربنا يقدرنا ويجعلنا عند حسن ظن سعادتك ان شاء الله. جدعان يا جماعه نوديه مستشفى مره واحده. الف سلامه. انا كويس. مالك يا حاج؟ في كتر خير. بسم الله الرحمن الرحيم. لا اله الا الله. اشرب شويه ميه يا حاج. الحمد لله. الف سلامه الف سلامه. الحمد لله. الف سلامه يا حاج. الحمد لله الحمد لله بخير. شكر قدر ولطف. الحمد لله. بجد والله. شكرا على الله. الف سلامه. شكرين قوي. شكرين قوي. سلامه يا حاج. شكرين. الحمد لله قدر ولطف. شوي ابني. زينب، زينب، انت يا زينب، يا عيشة، بنت يا عيشة، هم راحوا فين؟ لا مراتي ولا بنتي في البيت، وابني متصور مع بنات عريانة، صوره متعلقة على الحيطان ومالية الشوارع. ايه اللي بيحصل لك ده يا تمام؟ الموت ارحم 100 مرة من اللي انا فيه ده. استغفر الله العظيم يا رب. انا ما اذنبتش للدرجة دي. طول عمري ماشي على الصراط المستقيم، ولما طردته عشان ما اغضبكش. السلام عليكم. ما انا بقيت طرطور في البيت، طرطور، لمبه محروقه معلقينها زينه، ماشيين على حل شعركم انت وبنتك. كنت فين يا هانم لغايه دلوقتي؟ كنتوا فين؟ يا اخويا احنا كنا في السوق بنشتري خضار عشان تيجي البنت تلاقي لقمه تاكلها. سوق ايه ولقمه ايه؟ ليكوا عين تفكروا في الاكل؟ ما خلاص البيت بقى سايب، ما عادش فيه راجل يحكمه. خش جوه يا عيشه. مالك يا اخويا؟ فيك ايه؟ اول مره اشوفك متعصب عليا بالشكل ده. انا مش زعلانه منك ولا حاجه، بس عايزه اعرف في ايه اللي حصل. الله، انت بتعيط؟ كفاله الشر. ايه اللي حصل يا اخويا؟ فيك ايه؟ فهمني. ابنك متصور مع بنات عريانه. ابني؟ وصوره متعلقه على الحيطان في الشوارع. شوي؟ وقطعت سيرته. خلاص يا زينب ما بقاش شوقي اللي كان لحمه حمرا وما بينامش الا بدنا انا وانتي.
ما بقاش شوقي، مش هو ده اللي انا شفته في الصورة. صورة ايه دي؟ اعلانات الشريط الجديد بتاع المطرب اللي صوته حلو، اللي كان بيدن في الجامع بتاع الحارة، والناس كلها تقول الله اكبر ما شاء الله، ابن الاستاذ تمام صوته حلو. يا اخويا ما تشيلش في نفسك كده، اللي بيشيل قربة مخرومة بتخر على دماغه. وهي خرت على دماغه ودماغ ابوه. انا مش عارف اوري وشي للناس ازاي، ده انا جاي واخد الحاره كلها جري، يكون حد من اهل الحاره شاف الصوره. اعمل ايه يا زينب؟ قولي لي اعمل ايه؟ يا اخويا العمل عمل ربنا، ما تشيلش في نفسك قوي كده واهدى شوية. خلينا كده نفكر في كل حاجة بالراحة. راحة هتيجي منين الراحة؟ خلاص ما عادش فيه راحة. أروح أصلي بالناس إزاي؟ أقول لهم إيه؟ أديهم درس في التربية والدين، وأنا ما عرفتش أربي ابني، ما عرفتش أربي ابني. استغفر الله العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنا خلاص مش هروح الجامع تاني، ولو حد سألك من أهل الحارة قولوا له الأستاذ تمام عيان نايم مات. يا اخويا بعد الشر عليك، ما تقولش كده. اهدى بس انت كده ونام لك ساعة، ساعتها تقوم وتفوق وتبقى زي الفل ان شاء الله. انا هقوم احضر لك لقمة. اهدى شوية عشان خاطري. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. أستاذ تمام، النهاردة يوم مهم قوي في حياتك. الحقيقة سعادتك هو الموقف صعب جدا فعلا، انا متوتر. حكايه الهوا دي مخوفاني قوي، انا مش قادر اصدق نفسي ان انا هطلع على الناس كده على طول مره واحده. انا كنت فاكر يعني في حاجات، كنت فاكر ان احنا هنصور ونظبط ونعيد. ما تقلقش يا استاذ تمام، اي غلطه هنداريها. وبعدين يا رب ان شاء الله. انت خايف ليه؟ ما انت طول عمرك بتتكلم على الهوا. انا عمري والله عمري ما اتكلمت على الهوا ابدا. افهمني بس، وانت في الجامع وبتدي الخطبه أيوة. مش كنت بترد على اي سؤال؟ الاختبار اللي احنا عملناه نجح، خلاص اتكل على الله يا استاذ تمام. ونعم بالله. واي ملحوظه هننزل بفصل وهقول لك على طول. حاضر يلا بالتوفيق يا ابني. رب يستر، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. 3 2 1. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين، خاتم الأنبياء والمرسلين، وسيد الخلق أجمعين، سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أحبابي، العب يا معلم، استاذ تمام في التلفزيون يا معلم. سلام الله. بالله ما شاء الله. ده هو ده انا سردينه ولا حد شبهه؟ والله يا معلم، بكره ما حدش فينا يعرف يكلمه. استاذ تمام في التلفزيون يا اخوانا. علشان كده ما جت صعبة بينا العيش يعني. الدين حياة. عشان كده يا إخواني أنا بدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وأن يلهمني المقدرة على التواصل معكم. يا مشاوي، صدق الله العظيم. شوفي مين يا بنتي، افتحي. يا مشاوي، يا عيشة. خير يا ام نعمة، في ايه؟ الحق الاستاذ تمام في التلفزيون. بتتكلمي جد؟ ايوه، تعالي بسرعه اتفرجي عندنا. طب يما اجي معاكي يما. تعالي يا اختي، بس هاتي المفتاح معاكي وهتنسيه يا بنت. يلا يا زينب يا اختي. لكي نصل سويا إلى محبة الله ورسوله ونتفقه في أمور ديننا بالعقل والحكمة، فنحن في عصر القابض فيه على دينه كالقابض على جمرة من النار. الو. عشان كده ايوه يا عم، احنا من خلال حلقات شايفه هذا قدامي. البرنامج طب يلا هتفرج سوف واكلمك. نستقبل أكلمك، اتصالات سلام. حضراتكم، واي شيء يجول في خاطركم قولوه، اي استفسار، اي سؤال، اي فكره، من خلال الارقام الموضحه على الشاشه. متهيألي الارقام واضحه باذن الله، اسالوا اي حاجه. عايز اقول لكم ايه بقى؟ لا حياء في الدين. اي سؤال ان شاء الله وبامره وباذنه
هنجاوب عليه مدام في حدود الدين. أحبابي، وقبل أن أترككم في رعاية الله، أتمنى أنه في الحلقة القادمة يظل هذا التواصل الحميد بيننا. وقبل ما أسيبكم عايز أذكركم بحاجة. صلوا على حضرة المصطفى عليه افضل الصلاه قول والسلام. قول لا إله إلا الله من قلبك يا سيدي. أيوة سمعوني لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم تمام سعيد. الله عليك يا استاذ تمام. الله عليك زي الفل. والله العظيم ألف مبروك يا الله أستاذ يبارك تمام. سعادتك. أحسنت الله ما شاء يخليك. الله. إيه الجمال ده؟ ما شاء الله فطري وتلقائي وبسيط ده من ذوقك ومن والله. قلبك. أحسنت يا أستاذ تمام. معلق كنت متوتر مرتبك مش عارف كان باين عليا ولا لا. لا مفيش أخوكم خالص. تمام سعيد اللي قلتها في الآخر دي كويسة زي الفل والله يا الحمد أستاذنا. لله. أنا عاوز الإنتاج يصرف للأستاذ تمام 10 حلقات مقدم. 10 حلقات مقدم. لا يبقى انت مبسوط بجد بقى. يبقى مفيش مجامله ان شاء الله ولا ايه؟ دي اول حلقه لسه الباقي. يا رب يا رب ان شاء الله. الحمد لله. الله يخليك يا رب. ربنا كريم ان شاء الله. انت يا بنت صوت ابوك يسمع. حبيبي يا ابني، حبيبي يا شوقي، والنبي صوته حلو يا بنت يا عايشه. بيغني حاجة حلوة كمان. أنا رب بابا زعلان منه ليه بس؟ انا عارفه يا اختي. بتسمعوا ايه؟ ها؟ بتسمعوا ايه؟ ولا حاجه ولا حاجه يا اخويا. ولا حاجه؟ بتكدب عليا يا زينب؟ بتكدب على اخر زمن وقدام بنتك؟ ولا اللي في ايدك ده هات ايه اللي جاب مصروف الرقبه ده هنا؟ ها؟ وايه الكاس ده؟ هات يا بنت الكاس ده. هاتي جاتكوا القرف. بحسكوا عينكوا حد يهرب من ناحيه باب اوضتي. انا بقول لكم اهو. قلت لك وطي الصوت، ده بيسمع دبه النمله يخرب بيت سنيني. يا ماما انت اللي قلت لي عايزه اسمع الشريط يوم. اكتبي خالص. يلا غوري نامي. غوري جاتك دانيه. ايوه زينب يا زينب. ايوه يا اخويا ايوه. ايه ده؟ امال فين البنت عيشه؟ موجوده يا اخويا في اوضتها. عيشه بنت عيشه. ايوه يا بابا. تعال بصوا شوفوا المفاجاه. تلفزيون.
بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. صوتك كده ايه احنا اخر ناس جبناه في الحاره. بقول لكم ايه، التلفزيون ده هديه من المحطه اللي انا شغال فيها، وحد يجي جنبه ولا يفتحه الا وانا موجود. مفهوم يا زينب؟ مفهوم يا اخويا. وبعدين احنا عاوزينه في ايه غير ان احنا نتفرج عليك وانت طالع في البرنامج. والله يا بابا نشوفه. شفتي البنت بتقول ايه؟ شفتي يا زينب؟ طب ايه رايك بقى يا عيشه ان التلفزيون ده هيتحط عندي جوه في الاوضه، جنس مخلوق هيهوب ناحيه الاوضه ويفتحه الا في ميعاد البرنامج بتاعي هرميه من البلكونه. فاهمه؟ ماشي يا اخويا ماشي. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب. مش عارف ليه يا زينب حاسس زي ما اكون جبت المسيح الدجال يقعد عندي في البيت. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ايه المسيح الدجال ده كمان يا اخويا؟ ده بيقول كلام جميل قوي. وبيقول كلام فاضي. حتى سالي جارتك اللي عايشه في وادي الزهاب. انت لسه فاكر؟ طب بقول لك ايه بقى، طالما يعني دخل في بيتنا التلفزيون، ايه رايك بقى عشان خاطري ترجع الواد شوقي؟ احسن ده وحشني قوي. الله 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 الله، لا لا، الموضوع ده انا ما اسمعوش تاني. مفهوم ولا لا؟ ومش معنى ان انا جبت تلفزيون عندي في البيت يبقى كل حاجه تخرب وتبوظ وكل حي يمشي على هواه. روحي قولي له يسيب الزفت اللي هو بيعمله وانا سامحه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو اتفضل يا يشرب أخويا. الشرب. القهوه اهي. اسلمي لي يا زين. أو يشرب الشربة. يا اخويا انا مش عارفه اتعلمت شرب القهوه ده امتى. يا سلام، يعني هي جت على القهوة يما؟ ده احنا عندنا تلفزيون يا زين. مفسديون. اسكتي اسكتي، يلا روحي روحي اعملي لي لقمة أكلها لحسن أنا حاسس إني خلاص هموت من الجوع. يا يلا. ساتر يا رب، ده حتى ما بقتش تصبر على الجوع. لا حول ولا قوة إلا بالله. استغفر الله العظيم. الله، مالي كولية في إيه؟ أنت عايزاني يعني أسقط قدامك من طولي عشان تقومي تعملي لي أكل؟ يلا قومي. لا يا اخويا بعد الشر عليك، بس العصر قرب جدا. هتاكل ولا هتنزل تصلي؟ ها؟ لا لا، هنزل طبعا، هنزل أصلي في الجامع إن شاء الله. بس يلا شهلي أنت بس الأول. حاضر يا اخويا. ها. رواه مسلم. سابقين من 68 دولة من دول العالم الإسلامي تم افتتاح فعاليات. هناك فين؟ ها؟ هناك فين؟ بس انت روح هناك واسمع. الله اكبر الله اكبر. استغفر الله العظيم يا رب. استغفر الله العظيم يا رب. استغفر الله العظيم. استغفرك واتوب اليك. مالك يا اخويا؟ تستغفر على ايه؟ وفيها ايه بس لما استغفر يا زينب؟ انت مش سامعه؟ العصر جدا وانا لسه قاعد هنا اهو. طب يا اخويا مش هتاكل لقمه قبل ما تنزل؟ لا لا، هنزل اصلي في الجامع وبعدين لما اجي ابقى اكل. بقول لك ايه، البتاع ده ما حدش يفتحه الا وانا موجود. انت فاهمه ولا لا يا زينب؟ حاضر يا اخويا، ما حدش يفتحه غيرك، ما تخافش. استغفر الله العظيم. اعوذ بالله من غضب الله. ايوه، ابوس ايدك يا فندم ابعت لي اي حد يصلح لي التلفزيون. لا مش بايظ، وهو ده اللي مضايقني، هي دي المشكله. انا عايز اي حد من طرف حضرتك يظبط لي التلفزيون على قناه واحده بس، القناه بتاعتنا وبس. ابوس ايدك البيت هيتخرب. لا يا فندم، الله يستر اصلا دنيا واخره، انا اللي عايز كده. لا انا موجود في اي وقت ما عدا اوقات الصلاه، ابعتولي في اي وقت. طب يا فندم، السلام عليكم. السلام عليكم. الله أكبر. الله أكبر. والله وجع عليك اليوم يا تمام، وواقف تصلي ورا إمام بيشرب حشيش. سامحني يا رب، سامحني يا رب. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. صفاء النية يا جماعة شيء مهم جدا، انك تخلص النية لوجه الله تعالى. والنية محلها ايه؟ محلها القلب، مش كده ولا ايه؟ والنية هي القصد، بمعنى انه لو كان قصدك خير فنيتك بإذن الله نية طيبة وسليمة. إذا كان قصدك والعياذ بالله شر فنيتك والعياذ بالله شريرة وخبيثة. واحنا بنقول على طول وإنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. سألني أخ من شوية وقال لي أنا عملت شيء بقصد خير لكن كانت نتيجته شر وضرر لناس كتير. قلت له لا استنى اقف عندك بقى. يعني ايه تعمل خير ويبقى نتيجته ضرر وشر؟ بتحصل بتحصل. ويقول الحق سبحانه وتعالى يحسبون انهم يحسنون صنعا. يعني ايه؟ يعني هضرب لكم مثل. واحد مثلا بنى بيت عشان يسكن فيه شوية ناس مثلا أيتام أو مساكين أو غلابة، إنما بنى البيت ده أي كلام على أسس غير سليمة. هو بناه بنية طيبة إنه يسكن فيه الغلابة، مش ده كان قصده. النتيجة إن إيه؟ إن البيت ده بعد سنة ولا 2 ولا 3 ممكن يقع فوق رؤوسهم، يقع فوق اليتامى والمساكين والغلابة دول. فالنتيجة إيه؟ ضرر وأذى. يبقى الكلام ده مش مظبوط، يبقى خير نتيجته شر. يسلم فمك يا شيخ. مظبوطة لأنه بنى البيت على أسس غير سليمة. أهم حاجة بقى في الموضوع ده يا أخوانا إنك أنت لو كنت عارف إن ده غلط وفعلا بتعمله، يعني عارف إن ده نتيجته أذى وضرر وبتعمل. والشاعر قال إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فتلك مصيبة أعظم. اذكر الله، قل لا إله إلا الله من قلبك يا سيدي. يلا وحد الله وروح فاصل كده وأنا قاعد مستنيك، بس تعالى لي بسرعة. أهلا وسهلا يا أختي، اتفضلي أنا سامعك. أنا حلمت حلم غريب شوية. حلم غريب؟ خير إن شاء الله، قولي. حلمت إن أنا شايف الرسول صلى الله عليه وسلم. عليه أفضل الصلاة والسلام. خير ده خير كتير قوي يا بنتي. الشيطان لا يأتي في هيئة الرسول أبدا. بس ما كلمنيش ومرضيش يبصلي. لا حول ولا قوة إلا بالله. قولي لي يا بنتي، أنت بتصلي؟ لا يعني ساعات مش مداومة. شفتي بقى؟ أهي بانت أهي. لا لازم تحافظي على صلاتك وعلى صلتك بالله سبحانه وتعالى، وتداومي على أداء الفروض كلها يرضى عنك الله ورسوله. وكده للأسف يا أحبابي وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم، وإلى لقاء آخر بإذن الله. أترككم في رعاية الله، وعليكم سلام الله ورحمته وبركاته. الله يا أستاذ، بجد كلامك بيخش القلب على طول. الله يخليك يا بنتي. بنتك ده ايه؟ انت عايز تكبر نفسك وخلاص؟ ده انت حتى شكلك لسه صغير. انا احب اعرفك بنفسي، انا ايمان المعده بتاعه البرنامج، ونفسي اقعد مع حضرتك ساعه واحده قبل ما تطلع على الهوا عشان تقرا اللي انا كاتباه. بصراحه كده نفسي تقرا اللي انا كاتباه. خلاص يا ايمان، اوعدك ان هاجي بدري عشان اقرا اللي انت كاتباه ان شاء الله. بص يا استاذ تمام، ما خبيش عليك، من اول ما البرنامج وبدات تيجي اعلانات كتير واتصالات كتير لدرجه ان البرنامج بقى اهم برنامج في المحطه. الف حمد وشكر ليك يا رب. هو سعادتك ده مش كلامي طبعا، ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. ايوه بس احنا محتاجين نطور البرنامج شويه يا فندم. نطوره ازاي يعني؟ يعني تفسيرك للاحلام واكل مع الناس قوي، وكل الاتصالات اللي جايه من ناس بتفسر احلامها. ايوه بس انا سعادتك ما بفسرش احلام ولا خالص، ده انا حتى ما بفهمش في تفسير الاحلام. ده الحكايه جت بالصدفه كده 2 أو 3 على الاكثر.
كل اللي مطلوب منك انك ترد الحلم لله وللرسول عليه الصلاه وافضل السلام. عليه افضل الصلاه والسلام. وبعدين احنا مش بننصب على الناس، والاحلام زي ما انت عارف نصها يا تخاريف يا نصها حاجات بتفكر فيها الناس قبل ما تنام. المطلوب منك انك تحس اللي بيتصل على ان حلمه ده خير وتطمنه وتقربه من ربنا سبحانه وتعالى. وبعدين يا سيدي حتى لو فسرت غلط اديك بتقرب الناس من العباده والمعامله الحسنه. والله ما عارف اقول لسعادتك ايه، بس بسم الله ما شاء الله الله اكبر، كل كلام حضرتك منطقي. اي تفسير لاي حلم يحتمل اجابه واحده، ولو حضرتك فشلت ممكن حضرتك تقول لهم اجابه منطقيه جدا، يعني هتحسهم على الصلاه او التعامل ما بين الناس يكون بما يرضي الله ورسوله او صله الرحم. ومتهيألي كده يا استاذ مفيش اي نصب. طبعا لا ما فيش، بس يعني كده البرنامج كله هيبقى اتصالات من الناس عايزه تفسر احلامها. يا ريت، وربنا ما يقطع لنا اتصال. وخد بالك كل ما الاتصالات بتزيد كل ما اجرك في القناه بيعلى ويزيد، والناس بتصدقك. هيصدقوا ان شاء الله، ان شاء الله هيصدقوا. وامسك ايه سعادتك؟ ده كتاب في تفسير الاحلام، هيساعدك وهيفيدك، ويا ريت تقعد انت والانسه ايمان وتظبطوا لي الحلقه. بس انا حاسه كده ان حضرتك تعبان شويه، ممكن حضرتك تمشي وانا اظبط الحلقه واشوفك قبل ما نطلع على الهوا. لا بالعكس، انا مش تعبان خالص. انا بس كنت عايز اعرف انت بتفكري ان احنا نبتدي الحلقه ازاي ان شاء الله؟ تعرف ان حضرتك فيك شبه كبير من بابا، بس طبعا انت اصغر منه. هو انا الحقيقه مش كبير قوي، بس برضه مش صغير قوي. بالعكس بقى، انا ساعات كتير قوي بشوفك طفل، خصوصا وانت بترد على الناس على الهوا، بترد عليهم بمنتهى الطفوله. لا حول ولا قوة إلا بالله، استغفر الله العظيم يا رب. وأنا مش كبير أوي صحيح، بس مش لدرجة إني طفل يعني. ما قلتليش هنبتدي الحلقة إزاي إن شاء الله؟ بصراحه كده انا مش عايزه اتعبك. لا بالعكس، أنا مش تعبان خالص، ده شغل، وأنا في الشغل ما تعبش أبدا. تصدقني يا استاذ لو قلت لك ان انا حاسه كده ان انت مش عايزني اكتب لك اي كلمه تبدا بيها البرنامج؟ عارف ليه؟ ليه ان شاء الله؟ علشان اي كلمه بتقولها بتخش قلب المتفرج على طول، حتى لو كانت الكلمه دي غلط. انت قريت الكتاب ده قبل كده؟ لا للاسف ما قريتهوش. هو انت برج ايه؟ هو حضرتك ليك في الابراج؟ لا ماليش، لا في الابراج ولا في الاحلام. والله انا ما عارف سالتك السؤال ده ليه اصلا يعني. نزل يلا سردينا اليافطه دي، نزل. ده كلام برضه، ده كلام يا معلم جابر، ده اللي اتفقنا عليه، ده الراجل زمانه جاي دلوقتي. جرايه يا معلم جابر، مش احنا مظبطين؟ يا اخوانا الراجل جه لحد هنا بنفسه وسلم علينا وطلب منا علقها له. طلبه مرفوض، مفيش شفط في الحاره خالص غير الاستاذ حمزه. محدش هينجح غير الاستاذ حمزه غصب عن اي حد وكلنا عارفين، ده راجل خدوم بيخدم اهل حتته. الله، وبعدين هو يعني كسفني فعلقتها له. ده كان كده. استاذ تمام، ما تنساش الاستاذ حمزه. استاذ تمام. ايوه السلام وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه يا استاذ، هو التلفزيون خدك مننا ولا ايه؟ ده انت حتى ما بقتش بتسمعنا. معلش يا معلم والله غصب عني. استاذ تمام، ما تنساش الاستاذ حمزه، ده راجل خدوم. اوعى تنساه في الانتخابات. طبعا حاضر ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انتخابات ايه واسباب ايه؟ يا عم سيبني في اللي انا فيه، ده اللي فيا مكفيني. قال يعني ايه ناقصاك انت راخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حرام النزيل، حرام جمع العيش. اخويا ان شاء الله، اتفضل. حضري لي جلابيه على ما اتوضى عشان اصلي العشاء. ايه ده؟ هو انت لسه ما صليتهاش؟
يا اخويا ما تزعلش نفسك قوي كده، دي العيشه ممدوده. والله عشت وسمعتها، العيشة ممدودة. ما كانش في حد يقدر يقولها لي أبدا، لأن كنت هسمعه موشح طويل عريض إنه ممكن يموت قبل ما يصلي العشاء، يبقى مات وعليه العشاء. دلوقتي أنا اللي بقولها، وممكن أموت دلوقتي، أبقى مت وعليا العشاء. بعد الشر عليك يا اخويا، بتقول لي بس كده؟ وهو الموت شر يا زينب؟ يا اخويا ما تقولش كده، كل الكلام اللي انت بتقوله عندك حق فيه. يا عيشه، يا عيشه، الجلابيه بتاعت ابوك والشبشب عندك هاتيهم. حاضر. بعدين هو انت بتلعب؟ ان انت طول النهار عمال تتكلم في الدين. ايه بقى؟ حطيها هنا. زينب. ايه يا اخويا؟ بقول لك ايه، احنا لازم نسيب الحاره، لازم نسيب الحاره؟ وفيها ايه يعني؟ نروح مكان كويس، ناخد شقه نظيفه. الراجل بتاع المحطه وعدني انه هو هيدفع لي ثمن الشقه. يا ريت يا بابا. اسكت انت. وفيها ايه يا زينب؟ لا هو عيب ولا حرام. قوي النبي يا ماما. روحي اوضتك يلا. يا اخويا ده بدل ما تفكر في البنت اللي على وش جواز دي تحوش لها قرشين، ولا الواد اللي انت ناسيه من دماغك خالص. ما احنا ناخدها واحده واحده، نسيب الحاره الاول على الاقل يا زينب، نضمن مستقبل البنت عيشه، نعرف نجوزها جوازه حلوه تليق بيها، بدل ما نقعد هنا في الحاره وتتجوز واحد من اهل الحته ويضيعها ويشقيها طول حياتها، ولا ايه؟ والله يا اخويا اذا كان يعني ده اللي بتفكر فيه، انا معاك في اي حته عاوز تروح. طب سيبني كده اصلي ركعتين استخاره وربنا يقدم اللي فيه الخير. اهلا وسهلا. اهلا يا حضرة الشيخ. اسمك ايه الاول؟ انا ندى. اهلا يا اخت ندى، يا مرحب. انا بس عاوزة استفسر، هل النت حلال ولا حرام؟ وشكرا. العفو يا اخت ندى، حاضر نجاوبك. السؤال النت حلال ولا حرام؟ الإجابة الحلال بين والحرام بين. يعني النت ده ممكن ندخل مواقع نستفيد منها، ناخد منها معلومات دينية أو ثقافية أو أدبية، يبقى إيه الحرام في كده؟ ممكن مثلا ندخل نبحث في سيرة سيدنا عمر بن الخطاب، أو في سيرة سيدنا أبو بكر الصديق، أو إلى آخره. ممكن نستفيد جدا من النت، المهم ان تكون نيتنا خير ونبقى داخلين نستفيد فعلا، ولا دخلنا نبحث والعياذ بالله عن فلانه بالبكيني او علانه في البسين او ترتانه قبل التجميل وبعد التجميل والحاجات اللي بالكم فيها دي. استغفر الله العظيم، وحيد الله، قولوا لا اله الا الله يا سيادنا. وده اللي بيحصل اهو، طبعا ده يبقى عيب وحرام وما يصحش. احنا لازم نوجه قاعد زي دي كده من كام يوم والله فاكرها زي النهارده، قاعد يقول لك النت حرام وانه الشيطان بعينه او غير كلامه. يا راجل بعد صدقه ازاي بقى؟ امسك يا عم انت، والله ما اسمع. اسمع مني انا البلبل الجريح، دي سبوبه يا عم الحاج ومحدش فاهم حاجه. بقول لكم يا اخوانا لموا الدور لحسن يقولوا علينا شرعيين. شرعيين؟ انت فاكر يعني حكايه الدروس دي فكاكه؟ طب ايه رايك بقى ان انا ممكن دلوقتي اقول لك كلام اثبت لك فيه ان قعدتنا دي كلها حرام في حرام؟ والله. وممكن بقى اقول لك كلام غيره اثبت لك برضه ان قعدتنا دي كلها حلال في حلال. مش فكاكه يعني، هي بس ديتها ايه؟ تلقط لك كتابين تقراهم هتعدي. الحمد لله انا لا بعرف اقرا ولا بعرف اكتب، وتلاقيك ولا بتسمع كمان. امال يا ابني ايه يا جامد انت في كراسه الحساب والمشاريب عارف كل واحد عليه ايه؟ ده انت بتعد الطفل في البراد. لا يا حبيبي ده اكل عيش، عليا النعمه لو باليوناني احفظ. بص ما انت عايز هو ده يا عم. والله العظيم ببيعه بنفس الثمن. يا سيدنا احنا ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا عقل عشان نميز بيه بين الصح والغلط، بين العيب واللي مش عيب، بين الحلال والحرام. بس احنا للأسف ساعات كتير قوي نكذب على نفسنا ونضحك على نفسنا وبنصدق كذبنا. في النهاية عايز اقول لكم حاجة، اذكروا الله، قولوا لا اله الا الله من قلوبكم يا سيادي، والحلال بين والحرام ايه؟
بين ربنا يكفينا شر الحرام ويجعلنا على طول في طريق الحلال بإذن الله. معانا اتصال تاني. بقول ايه؟ ما يلا بينا بقى. يلا بينا فين؟ هو احنا لسه لحقنا قعدنا مع بعض؟ انت خدتيني على مشم كده وقلت لي انك هتوصليني وفجأة جبتيني هنا، وانا يعني ماليش في العادات دي خالص. والله ما انت ماشي لما تتعشى معايا. اتعشى معاكي؟ لا لا لا، ما ينفعش. انا متعود اتعشى في البيت مع الولاد. وانا متعوده اتعشى لوحدي. تعالى بقى مره نكسر الروتين انا وانت ونتعشى مع بعض والنبي. يعني لازم تحلفي؟ خلاص ما دام حلفتي خلاص، بس انا اللي هدفع الحساب والا مش هاكل. خلاص يا حبيبي زي ما تحب. انت فكرت في مقدمه الحلقه بتاعت بكره ولا لسه؟ نفسي تريح نفسك شويه من الشغل بقى. معقول يعني قاعد في مكان حلو زي ده وبتسمع المزيكا الهاديه دي وبرضه بتفكر في الشغل؟ هو المزيكا هاديه فعلا، المكان حلو وكويس. لا المكان حلو. انت تعرف اكتر حاجه عجباني فيك ايه؟ انك خجول. يعني شويه. شويه ده ايه؟ ده احنا من ساعه ما اتقابلنا في المحطه ما حاولتش تبص في عينيا ولو مره واحده. طبعا فعلا. وده بقى بيزيدني دايما ليك احترام وبيحسسني معاك بالامان. الله يخليك يا مات. مساء الخير يا فندم، اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. حابب حضرتك تاخدي اللي بتحبيه كل مره ولا هتحب اغير حاجه تانية؟ لا لا هو زي كل مره بس المره دي الفردين. اوكي ذاتس اورايت. ايه ده انا اللي ندهت له ما عبرنيش خالص. ده انا ما طلبتش. انا طلبت لك يا حبيبي بس على الله ذوقي يعجبك. طبعا هيعجبني طبعا. لا انا مش عارف انا ليه كده قلقان وقاعد مكسوف، يعني مش اصل لو حد شافنا قاعدين مع بعض هيقول ايه بس؟ احنا قاعدين في اعداد حلقه بكره ثم احنا ما بنعملش حاجه غلط. امال انا ليه حاسس اني بعمل حاجه غلط؟ ده انا زي ما اكون بسرق او باخد حاجه مش من حقي. والله خطاب بيبص لي ليه بس؟ مفيش حاجه يا تمام. وبعدين انا بقى عكسك خالص. انا مبسوطه جدا ان انا قاعده معاك. بصراحه كده حاسه ان انا قاعده مع حد محتويني، اب، اخ، صديق. ده مش حرام عليك بقى تحرمني من كل دول؟ لا 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 لا، اقعدي معاهم براحتك خالص يعني، ويا ريت تطولي مع الصديق شويه. انت شايف كده يعني؟ لا بهزر يعني، انا ماليش نفسي اهزر. انت تعرف ان انت قبل ما تيجي البرنامج بصراحه كده كان دمه تقيل قوي على قلبي. يا ساتر يا رب. ليه؟ لانك غيرت كتير قوي في شكل البرنامج. الحمد لله، ده كله من فضل الله. طيب اشرب. معقول في كده يا استاذ تمام؟ فظيع وانت مكسوف بتبقى زي الطفل الصغير بالظبط. الله يخليك. شكرا. تحياتي لله والصلوات والطيبات. السلام عليكم زينب ورحمة الله وبركاته. زينب. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ورسول الله لا إله إلا الله. كما صليت على شوف هي فيه وأنا كنت فيه. استغفر الله العظيم. في العالم. استغفر الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. تقبل الله يا زينب. منا ومنك يا أخويا. أحضر لك لقمة تاكلها؟ لا لا لا، اقعدي أنا مش عاوز آكل. أنا عاوز أتكلم معاك شوية. خير يا أخويا اتفضل. خير إن شاء الله. زينب، أنا طول عمري محافظ عليك وطول عمري بعاملك بما يرضي الله ورسوله، مش كده برضه؟
عليه الصلاة والسلام. أيوة يا أخويا، عمرك ما غلطت فيا. صح يعني كنت بتتعصب عليا شوية، بس بعدها كنت بتفوق كده وبتروق وبتكلمني تاني. هو حصل حاجة؟ حصل. حصل إيه يا أخويا؟ أنا مش عايز أغلط يا زينب، مش عايز أغلط، مش عايز أزعلك ولا أظلمك. مش عايز تغلط ولا تزعلني ولا تظلمني؟ الله، طالما انت ماشي على كتاب الله وسنة الرسول هتغلط ليه؟ يا اخويا بغشتني. ما هو أنا عشان ماشي على الكتاب والسنة زي ما أنت بتقولي لازم أطلب منك الطلب اللي هقوله دلوقتي، وواثق إنك إن شاء الله مش هترفضي. ارفض ايه؟ واقول ايه؟ هو في ايه؟ أنا هتجوز يا زينب. ايه؟ تتجوز؟ فاهمين يا زينب؟ قال الله تعالى. لا ما تقوليش، انا عارفه كلام ربنا كويس قوي ومش هرد عليك واقولك ولا تعدله. ايه؟ هو في ايه؟ ساعة ما ربنا سبحانه وتعالى يفتحها عليك ويرزقك بقرشين تتجوز يا تمام؟ تمام؟ أول مرة في حياتك أسمعك تقولي لي يا تمام حاف كده. أنا آسفة، آسفة يا أستاذ تمام، آسفة يا مفسر الدين، آسفة يا فضيلة الشيخ، آسفة يا مفسر كلام ربنا، يا جوزي يا أبو عيالي. عيب، عيب يا زينب، عيب ووطي صوتك. اللي أنا بعمله ده حقي ولا مش حقي؟ حقي إني أتجوز مرتين وثلاثة وغصب عنك كمان. أنا بقول لك أهو، برضاكي من غير رضاكي هتجوز، واوعي تقولي لي طلقني، اوعي. تقدر تقول لي انا عملت ايه معاك وحش؟ تقدر تقول لي؟ طول عمري عايشه معاك بما يرضي الله، بنفذ تعليم ربنا معاك، عملت ايه معاك وحش؟ وانا عمري قصرت معاكي في حاجه؟ ايوه قصرت في كل حاجه. طول عمري عايشه معاك بما يرضي الله، حاضر وطيب ونعم، وعمري ما طلبت منك حاجه وتقول لي حاضر هجيبها لي. كل حاجه كنت اطلبها منك تقول لي روحي لامي عندها كل حاجه، غيري معاها، البسي معاها، وانا اقول حاضر يا بنت، خلي الحياه تمشي، خلي العجله تمشي، ويمكن ربنا يفتحها عليك. اصبري يا بنتي شويه، صبر، والاخر ايه؟ تعمل فيا كده؟ ايه اللي انا عملته فيك؟ حتى الغوشتين والخاتم هم ما اتغيروش. ماشي يا زينب، ماشي. أنا مش ناسي كل اللي أنت عملتيه معايا، وعمري ما هنساه أبدا، بس أنا مش عايز أغلط يا زينب، مش عايز أغلط. كل ده ما غلطتش، كل ده ما غلطتش يا تمام، عمري كله وكل ده ما غلطتش. ايه اللي انا عملته وحش معاك؟ المهم روح يا تمام، روح اتجوز، عيش مع عروستك، قضي شهر العسل، نفذ تعليم ربنا وكلام الدين اللي بتقول عليه. روح وانا هستناك برضه. وكفايه بقى، حرمتني من ابني وجاي تحرمني منك دلوقتي كمان ليه؟ عملت فيك ايه؟ اللي عملته لكل ده يا اخي حرام عليك. بس على فكره انا هستناك، بس مش عشانك، عشان خاطر ولادك اللي انت نسيتهم، ما بقاش تفكر فيهم غير في نفسك وبس. قول يا أستاذ، قبلت زواجك بنفسي ولنفسي. يا أستاذ، قبلت زواجك بنفسي ولنفسي. قبلت زواجك بنفسي وبنفسي على كتاب الله، على كتاب الله وسنة رسوله، وسنة رسوله، وعلى مذهب الإمام، وعلى مذهب الإمام أبو حنيفة النعمان، أبو حنيفة النعمان، وعلى الصداق المسمى بيننا، وعلى الصداق المسمى بيننا، آجله آجله وعاجله وعاجله. قول يا أستاذة، أنا قبلت. وأنا قبلت. قول يا أستاذ، أنا قبلت. أنا قبلت.
مبروك. اللهم بارك لكما وبارك عليكما وجمع بينكما ورزقكم بالذرية الصالحة. امين يا رب. مبروك يا حاج. مبروك يا حاج. الله يبارك فيك. ايه يا ايمان؟ التليفونات بدأت تقل ليه؟ ايه اللي بيحصل بالظبط؟ مش عارفه والله يا فندم، رغم ان مفيش اي حاجه ناقصه، حاجه غريبه فعلا. ما تتصرف يا استاذ تمام، اتكلم مع الناس، ما تقفلش معاهم، حسهم على الاتصالات، لاغي الهوا. هنلاغي الهوا؟ حاضر، هنلاغيه ان شاء الله. ان شاء الله. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. ولا يهمك، انا بكره هظبط مع شويه بنات صحابي يتصلوا يعملوا لنا حركه ويكتموه. انت ايه اللي بتقولي ده يا مان؟ ايه؟ هننصب على الراجل؟ ولا نصب ولا حاجه، كل القنوات بتعمل كده، سيبني انا بس اتصرف. اتصرفي. بقول لك ايه؟ هنروح سوا النهارده، انا دماغي مقلوبه وعايز اقعد معاك شويه. لا هو النهارده بصراحه مش هينفع، انا عندي مشاوير كتير مع ماما، النهارده بالنسبه لي اليوم مقفول، خليها بكره. هو ايه كل يوم مقفول كل يوم مقفول؟ جرى ايه يا ست ايمان؟ ده احنا لسه متجوزين. ما انت عارف ظروفي وقبلت بيها. عموما ما تزعلش، انا هعوض. يعني ايه مش فاهم؟ لغوا الحلقه؟ حد يقول لي هنطلع بالحلقه ولا لا؟ ردوا عليا. رد انت عليا يا ايمان. ماشي يا حبيبي، هكلمك تاني. حبيبي؟ مين ده اللي بتقولي له ماشي يا حبيبي؟ عادي، وفيها ايه دي يعني؟ عادي ازاي؟ ست متجوزه تقول لحد ماشي يا حبيبي؟ لا عيب برضه. ما تزعلش يا حبيبي، انا هبقى صالحه. المهم دلوقتي الحلقه يا تمام، الحلقه. ياه، انا بقيت رخيص في نظرك للدرجه دي؟ الحلقه تولع الحلقه وسنين الحلقه واللي بيعملوا الحلقه. لا بقول لك ايه، انت ما تزعقليش، انا ليا وضع هنا في المحطه. ده انا ازعق لك واضربك بالجزمه كمان. لا يا حبيبي، مش من حقك. انت فاكر نفسك اشتريتني ولا ايه؟ ولا تكونش فاكر نفسك عشان طلعت لك كام يوم في البرنامج خلاص بقيت نجم؟ ياه، انت اتغيرت بسرعه قوي يا ايمان. بص يا تمام، لازم تفهم كويس قوي ان الشغل حاجه والبيت حاجه تانية. يا سلام، امبارح المخرج يبوسك وتقولي لي ده عادي يا تمام، احنا على طول بنسلم على بعض كده، والنهارده عماله تقولي لمدير المحطه يا حبيبي، وعايزاني اعمل لك ايه؟ اطبطب عليكي واقف ساكت يعني؟ من الواضح كده ان احنا خلاص ابتدينا نختلف ومش هنتفاهم. بقول لك ايه، ما تخلينا اصحاب احسن. اصحاب؟ اصحاب ازاي يا هاني؟ ده انت مراتي. يوه، انت كل شويه تقول لي مراتي مراتي، ما كنتش انا مسجونه ومش واخده بالي. خلاص ريح نفسك وطلقني. وبالنسبه للشغل ما تخافش، هنشتغل برضو مع بعض. ازيك يا ايمان؟ بلاش يا سيدي، اصل جوزي بيزعل. الحلقه اتلغت النهارده، مفيش اعلانات خالص. بركه برضو. يلا طفوا النور يا جماعه. تمام، انا هبات عند ماما النهارده. ماشي يا ايمان، اعملي اللي انت عايزاه. الظاهر ان انا غلطت غلطه عمري. بقول لك ايه يا تمام، بلاش تخشي لي السكه دي. احنا متجوزين بقالنا قد ايه؟ 10 ايام يا سيدي. انا مش زعلانه، كبر دماغك انت وركز في الشغل يا تمام. انا بقى دماغي كبيره قوي ومش فارق معايا. يا سيدي انا ياما اتطلقت قبل كده. بص يا استاذ، اي كلام هتسمعه من السماعات دي تركز فيه كويس قوي، لان الكلام ده جاي من اوضه الكنترول بتاعه المخرج. ماشي؟ ماشي يا بنتي. بنتك ده ايه؟ انت عايز تكبر نفسك ولا ايه؟ ده انت حتى لسه شكلك صغير. شكرا. التليفونات اللي هتيجي من عندنا هنقول لك معانا تليفون، واي تليفونات هتيجي من عند الناس بجد هنقول لك معانا اتصال. اوكي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. لما انتوا ناويين تلغوني من الحلقه ما بلغتونيش ليه؟ ولا سايبيني لما اوصل لغايه هنا عشان اعرف؟ الحلقه اتاجلت بس مش اتلغت ولا حاجه. وبعدين اقعد وانا افهمك على كل حاجه. تفهميني على ايه؟ انا خلاص بقيت فاهم كل حاجه. مش ده برضو الزبون الجديد؟ ده استاذ سمير اللي هيقدم حلقه النهارده. اهلا وسهلا.
صحيح، هتاخدوا البدله ولا هتسيبوني اروح بيها؟ لا يا تمام، البدله بقت بتاعتك، وكل البدل اللي ظهرت بيها في البرنامج برضو بقت بتاعتك. كتر الف خيركم. صحيح ايمان، في حاجه لازم اقولها لك كنت هنساها. خير، ايه هي؟ على العموم خد بالك انت من نفسك يا تمام. خد بالك انت من الاستاذ. الله، مش الواد شوقي ابن اللي ماشي هناك ده؟ ايوه هو ده فعلا. يمكن جاي يزور امه من ورايا، يبقى في الخير برضه. يلا. مين؟ شوقي يا عم خميس. اهلا شوقي يا ابني، اتفضل تعال. هلا يا حبيبي. اتأخرت ليه؟ معلش اصل يا بنت اخويا. عامله ايه يا حماتي؟ والنبي يا حماتي دي طالعه من بقك زي العسل. تشرب حاجه يا شوقي؟ لا ربنا يخليكي. مين؟ انا تمام. افتح يا خميس. اهلا يا استاذ تمام. خبوني. ايوه جاي اهو. افتح الباب يا بنت. امال الواد شوقي فين؟ وهو ايه اللي هيجيب شوقي هنا؟ ما تتفضل يا استاذ تمام. اتفضل يا اخويا، ده انت حتى عمرك ما جيت لنا. اتفضل. انا افهم من كده ان الواد شوقي ما دخلش عندكم دلوقتي؟ محدش شافه من يوم ما طردته من البيت. وكمان عارفين ان انا طردته من البيت؟ علما كل الحاره عارف كده. طيب يمكن انا اتعميت في بصري ولا حاجه، لا مؤاخذه يا سي خميس. ربنا يكفيك شر العمى يا استاذ تمام. متشكرين اهو يا اخويا. اتفضل اشرب حاجه بقى. لا، في ظروف احسن ان شاء الله. السلام عليكم. انا متاكد انه شافني وانا داخل هنا. وفيها ايه يعني؟ هو انت داخل الكازينو؟ انا همشي. لا تمشي ايه يا ابني؟ استنى، احسن ابوك يكون واقف بره وتبقى مصيبه لو شافك. طب اعمل ايه بس؟ خلاص بات هنا. ايه؟ بتقول ايه يا بنت الكلب؟ بتقول ايه يا بت؟ يا اخويا ما تقعد شويه، اقعد اعملي له شاي يا بت شويه كده وهطلع اتطقص واشوفه لسه واقف ولا لا. ما تعملي شاي يا بت تجري. الله. حاضر من عيني. زينب عيشة، بنت يا عيشة. ايه؟ ما خرجوا ولا ايه؟ معقول؟ خروجوا من غير اذني؟ ايه ده؟ هي حصلت يا زينب؟ بتسيب البيت وتمشي من غير إذني، من غير ما تقولي؟ انت عمرك ما عملتيها بعد العمر ده كله يا زينب. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللي بيحصل ده تمام. البيت اللي كنت حاكمه بما يرضي الله باظ، خرب. انت السبب، انت السبب. اليوم ما دخلت جواك ودخلتك جوا البيت كل حاجة خربت، كل حاجة باظت.
ام العيال سابت البيت ومشيت وسحبت بنتي الوحيدة في ديلها. الله أعلم إيه اللي ممكن يجرالها. والواد اللي عشت العمر كله بكافح عشان أصلح حاله عايز يتجوز واحدة طوب الأرض ماشي معاها، طوب الأرض يا تمام. يا الله أبقى راجل اتجوز، أنا مالي، هو حر. التانية اللي مشيت تمشي، والبت استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب. اللي بيحصل ايه يعني؟ هو انت اول ولا اخر واحد بيته يتخرب؟ هيتخرب عليه العوض ومنه العوض. وبعدين انت مزعل نفسك ليه يا استاذ تمام؟ ده انت بكره اسمك هيلعلع وسيرتك هتبقى على كل لسان. بس المره دي مش بالخير ولا بالتقدير والاحترام، هتبقى بالمسخرة والمقلتة وقلة القيمة. وزي ما قالوا زمان عواد باع أرضه، بكرة يقولوا تمام باع عرضه، باع شرفه، باع أصله، باع دينه، باع دينه. انت السبب، انت السبب، انت السبب، انت السبب. ايوه ايه يابا؟ عايز حاجه يا استاذ تمام؟ لا يا اخويا مع السلامة. الله يسلمك. تعالى يا شوقي. احنا ايه اللي بيحصل لنا ده يابا؟ الشيطان دخل البيت وقدر يفرق بيننا يا ابني. تبقى شيطان يابا، ما تغلبتش عليه ليه؟ انت الاستاذ تمام يابا. قوم يابا، قوم ارجع البيت يابا، قوم ارجع البيت ورجع امي، لم شملنا تاني يابا. يا ريت كنت اقدر يا ابني، يا ريت كنت اقدر. اواجه امك ازاي بعد اللي عملته معاها؟ انا ظلمتها وهي عمرها ما ظلمتني، طول عمرها كانت شايلاني. احط عيني في عينها ازاي؟ ازاي يا شوقي بعد اللي عملته؟ ازاي؟ امي غلبانه، اول ما تروح وتاخدها في ايديك هترجع يابا. امك على قد ما هي طيبه، على قد ما هي عنيده ودماغها ناشفه، لكن برضه مهما عملت انا هعذرها. مش ده البيت اللي انت طول عمرك بتبنيه على الدين والتقوى؟ دلوقتي بتهده بايدك. ما هو ده اللي تعبني يا شوقي، هو ده اللي تعبني يا ابني. عشان خاطري يابا، عشان خاطري قوم ارجع البيت، وانا هروح اجيبها لغايه عندك، بعد كده اعمل اللي انت عايزه، بس ارجع بات في البيت يابا عشان خاطري. ابات في البيت ازاي يا شوقي؟ ابات في البيت لوحدي؟ لا انت ولا امك ولا اختك عايشه في البيت. ابات لوحدي ازاي يا شوقي؟ عشان كده يا مرهم ما كنتش بحب ارجع البيت عشان امي مش فيه. بس خلاص يابا، ارجع انت، ارجع بات في البيت وبلاش نوبة الجامع دي يابا. حاضر حاضر يا ابني، وربنا يقدم اللي في الخير يا ابني. ربنا يخليك يابا. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا زينب؟ الحمد لله. ان شاء الله تسلم يا اخويا. ازيك انت؟ أنا تعبان أوي. البيت من غيرك ضلمة. ومن غيرك انت كمان. البيت مش هينور الا بيك. اديني جبتها لغايه عندك بقى يا حاج. يلا قوم روح بقى وارجع بيتك. لا يا شوقي، أنا مش هطلع البيت غير لما أمك تسامحني. مسامحاك سامحاك يا اخويا، وانت كمان لازم تسامحني. انا اللي غلطت، ما عرفتش احافظ عليك. كان لازم اخليك ما تعملش اللي انت عملته ده. يعني بجد يا زينب انت دلوقتي مسامحاني من قلبك؟ ايوه، انا ماليش في الدنيا دي غيرك يا تمام. يا ايه؟ يا استاذ تمام. يلا يا حاج بقى، يلا قوم روح بيتك معانا. والله كبرت يا شوقي وبتصالح امك على ابوك. بس فضل حاجه واحده كده كنت عايز رضاك. عارفها وموافق يا ابني على جوازك. ربنا يخليك يا حاج، ربنا يخليك لينا. الله، امال فين عيش؟ سبقتني يا اخويا على البيت كده. طب يلا يا شوقي، خد امك وسبقونا انتوا كمان على البيت. انا هختلي بنفسي شويه وهحصلكوا على طول. حاضر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هتنوري بيتك يا زينب. ربنا يخليك يا السلام. ألف حمد وشكر ليك يا رب. ألف حمد وشكر ليك. كنا في الوزارة عاملين حفلة كده، حفلة تكريم يعني للسيد وكيل أول الوزارة بمناسبة بلوغه سن المعاش. حفلة كده، حفلات هي اللي انتوا عارفينها دي، جاتوهات وسندوتشات بقى وحد ساقعة ويشربوا وكله وبتاع، واخد بالك. ولأن السيد وكيل أول الوزارة ده كان شاعر كبير وله دواوين، فتحولت إلى أمسية شعرية وثقافية، وكان السيد الوزير بجلالة قدره حاضر الأمسية. واحد بقى من الموظفين الغلابة حب يقول ايه كلمتين حلوين في حق الراجل، قال كلمتين مدح كده وبتاع واوصافه ماشي، وفجأة قال ممكن اقول بقى كلمتين من قلبي. طب قول يا سيدي، ها هتقول ايه؟ هتتكلم في ايه؟ في حب الله؟ في مدح الرسول؟ هتتكلم في ايه يا سيدي؟ اتفضل قول. الراجل فجأة اخوانا كده وبدون مناسبة لقيناه بيصرخ بعلو صوته بيقول مخنوقين. أو عزة جلال الله مخنوقين، كلنا مخنوقين، رحنا شمال رحنا يمين مخنوقين، كلنا غرزين في الطين مش عارفين نروح لفين أو نروح لمين. عشان إيه؟ مخنوقين وطهقانين ومش طايقين، والحياة حوالين رقابنا زي حبل المشنقة. ما الشوارع ضيقة والمدارس ضيقة والجناين ضيقة والمداين ضيقة والكنايس والجوامع ضيقة. طب امتى راح تفرج بقى؟ هو قال امتى راح تفرج بقى؟ وكل الزملاء الموظفين الغلابة صرخوا وصوتوا وسقفوا له جامد قوي. انا الدم غلي في عروقي، قلت له انا اقول لك امتى راح تفرج بقى؟ راح تفرج لما نعتصم بحبل الله جميعا ولا نتفرق. راح تفرج لما نخاف الله سبحانه وتعالى في كل افعالنا واقوالنا. واحد تاني راح قايم قال بلاش كلام في السياسه بقى واسمعوا دي. المراه التي على قبه الجرح والماء تحرض المجرى على تفجير الاستاتيكي. الناس الهزول. الراجل ده بيقول ايه؟ ما هو ده الشعر المقرر على الثانويه العاميه. اي والله عاملين الثانويه العاميه مسمينا ايه؟ العاميه. ليه عاميه؟ لانها مش شايفه اللي بتعمله فينا واللي بتعمله في ولادنا واللي بتعمله في بيوتنا
فتنة، مش شايفة الذعر والرعب اللي زرعاه جوانا. وكل ده عشان ايه؟ عشان تخرج عيال بيتلطموا في الشوارع، اللي قاعدين على القهاوي واللي مرميين على النواصي. عشان كده ثانوية عامية، عشان مش شايفة، ونتيجة انها مش شايفة بتخرج لنا مهندسين يبنوا عمارات تقع فوق دماغ اللي ساكنين فيها. مين اللي بيحصل؟ تخرج لنا دكاترة بينزل هو في بطون العيانين وبيموتوهم بالبنج. بتخرج لنا وبتخرج لنا وبتخرج لنا. الواحد مش عارف يقول ايه ولا ايه ولا ايه. اقول لكم صلوا على حضرة المصطفى واذكروا الله من قلوبكم يا سيدنا. قولوا لا اله الا الله. وصلى اللهم عليك علم الهدى ما هبت النسائم وما ناحت على الايك الحمائم. واستودعكم الله والى لقاء في درس اخر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.